تنضم الينا في الاستوديو خبيره التغذيه دكتوره يارا رضوان. اهلا بك دكتوره معنا في سكاي نيوز عربيه مجددا. صباح الخير. صباح النور. اهلا. ايهم اهم والضروري لخفض الوزن، الرياضه ام الحميه ام كليهما؟ هلا اثنيناتهم كثير ضروريين وهن بيمشوا مع بعضهم. يعني لما نكون عم نعمل نحاول نخفض الوزن لازم نكون عم نعمل الاثنين بنفس الوقت. هلا هي الدراسه اللي انعملت كان المدى تبعها قصير، اظهرت انه الحميه هي اهم من الرياضه بتنزيل الوزن. لما الاشخاص نقصوا السعرات الحراريه هي يعني ادت لتنزيل الوزن، ولكن ما لقوا كثير بالرياضه. هلا هي الدراسه هي مدى قصير. نحن بدنا نحكي على المدى الطويل. في كثير دراسات اظهرت انه لنجاح نزول الوزن والحفاظ على الوزن يلي هو الجزء الاهم، يلي انه نحن ننزل وزن سهل بس نحن نحافظ على الوزن هي الصعوبه. للنجاح لازم ضروري يكون في الرياضه من المكونات تبع الحميه. فالرياضه والحميه اثنيناتهم لازم يمشوا مع بعضهم. طيب عندما نتحدث عن انقاص الوزن، يعني ما هو الوزن تحديدا الذي نتحدث عنه؟ هل هي المياه؟ هل هو الكتله العضليه؟ هل هو الشحم؟ يعني نعرف انه هنالك معايير معينه يعتمد عليها خبير التغذيه في تحديد بالفعل الوزن الذي يود المريض ان يخسره. صح. هلا نحن دائما بدنا نركز بنزول الوزن على نزول الكتله الشحميه، لانه نحن ما بدنا نخسر ابدا من الكتله العضليه. المي، يعني الاشخاص لما اول شيء بيعملوا حميه بينزل وزن سريع. هي النزول بيكون اكثر شيء مي من مخزون الجلايكوجين يلي بيكون هو مخزون الكربوهيدرات او النشويات بالجسم. هلا الكتله العضليه بدنا نحافظ عليها، والطريقه انه نحن ننزل وزننا ببطء وبحميه متوازنه. ما بدنا ننقص كثير السعرات الحراريه لدرجه كبيره يبلش الجسم يستعمل من الكتله العضليه، هذا الشيء خطر وبينقص الكتله العضليه. فلحتى نقدر ننزل الشحم بدها تكون حميه متوازنه، زائد لما نحن نكون عم نمارس الرياضه مع الحميه هذا الشيء بيحافظنا على الكتله العضليه بالجسم، فنحن بننزل الشحم بشكل رئيسي اللي هو هذا الشيء المطلوب. طيب، ولكن في بعض الاحيان دكتوره الرياضه بتحفز الشعور بالجوع، شو السبب وكيف نتعامل مع هالحاله؟ هلا هذا سؤال كثير مهم، وفي عنا عوامل كثير مختلفه بتسبب هذا الشيء. هلا اول شيء العطش. في كثير أشخاص أو الجسم بيخلط بين إشارة العطش وإشارة الجوع. لما الأشخاص يكونوا عم يمارسوا الرياضة يكونوا نسيوا يشربوا قبل أو خلال الرياضة، ما في هايدريشن، الجسم ناقصه سوائل، كثير أحيان بيصير بيحسوا بالجوع دغري بعد الرياضة، لازم يكونوا يشربوا قبل لحتى ما نخلط الاشارات مع بعضها. هلا الشغله الثانيه، في كثير اشخاص ما بينظموا وجباتهم بشكل مدروس قبل الرياضه، ونكون مخططين شو بدنا ناكل بعد الرياضه، فاحيانا بيلعبوا رياضه على معده فاضيه. هذا الشيء بيؤدي انه شعور الجوع كثير يصير شديد بعد ما يخلصوا رياضه. هلا الاشخاص اللي هن كمان او يعني بلشوا يمارسوا الرياضه بشكل جديد، جسمهم ما متعود على ممارسه الرياضه، في كثير احيان بصير عندهم شعور الجوع اقوى من الاشخاص اللي هن بيمارسوا الرياضه بشكل روتيني وجسمهم تاقلم على ممارسه الرياضه. النساء الشعور بالجوع عندهم اعلى من الشعور بالجوع عند الرجال، لانه جسمهم قابل لتخزين الشحوم اكثر. ومثل ما قلنا اذا هن كانوا عم يبلشوا جديد بيكون الشعور لسه اعلى. فاهم شيء انه نحن نشرب سوائل كافيه، ننظم وجباتنا، نكون عرفانين شو بدنا ناكل بعد الرياضه، وجبه صحيه محضرينها من قبل، لحتى مو نخلص رياضه وبعدين نحس بالجوع ونطلع على اول خيار بنلاقيه قدامنا اللي هو على الاغلب مو صحي اذا كان برا البيت. فدائما تنظيم الوجبات هو شيء كثير مهم، والسوائل شيء كثير مهم كمان. طيب اليوم بتنصحوا انه يقوم الشخص بالرياضه صباحا ولا بفتره المساء حتى ياخذ النتيجه الاسرع ويرفع الايض، درجه الايض عنده؟ هلا ما في وقت، ما في قاعده وقت محدد للرياضه. الشخص على حسب نمط حياته. نحن بدنا نخلي الخيار الصحي هو الخيار السهل، يعني قد ما فينا نعمل ممارسه الرياضه ندخلها بروتين الحياه اليوميه، نخلي خيار سهل للشخص، هذا هو الهدف. لانه نحن اذا عملنا ممارسه الرياضه شيء صعب، ببلش اول شيء بعدين بيوقف لانه ما عم يقدر يدخله بنظام روتين حياته اليوميه. فاهم شيء انه نلاقي نطلع نحن كيف نظام الحياه. اذا عنده شويه وقت بعد الشغل خليه يمارس بعد الشغل بعد الظهر، اذا عنده شويه وقت الصبح نمارس الرياضه الصبح. احيانا حتى بفترات متقطعه ما شرط نعمل نص ساعه، يعني مره واحده، ممكن 10 دقائق 10 دقائق. هذا الشيء كثير له منافع صحيه كثير كثير كبيره. شو ضرر زياده الرياضه دكتوره؟ هلا في عنا اشخاص بيروحوا على الاكستريم او الحد الاقصى، ان كان بالرياضه وان كان بالحميه.
هذا الشيء خطر لانه ممكن يسبب لنا مثل ما قلنا نزول الوزن السريع، ممكن اذا الحميه ممكن نخسر الكتله العضليه، واذا الرياضه الشديده ممكن تعمل اجهاد على الجسم، ممكن يزيد الاكسيديشن ستريس، يعني الاكسده بالجسم، التوتر اللي بيصير بالجسم ممكن يزيد، الهرمونات ممكن يصير فيها خاصه عند النساء يمكن صح مزبوط، وبالاخص اذا كان الرياضه الشديده عم تترافق مع الحميه الشديده. هلا هون ممكن نروح للحد الاقصى يلي ممكن يصير في عندنا اضطرابات التغذيه مثل الانوركسيا، وهيك اللي هو نسبه معينه من الاشخاص يلي بيعملوا حميه بيتطور عندهم هذا الشيء لما يروحوا للحدود القصوى من الحمله والرياضه. كل شيء باعتدال، وبدنا نعملها بالطريقه الصحيحه، لانه شو الفائده انه نحن ننزل وزننا بسرعه وبعدين يرجع يطلع وزننا اكثر من قبل. بالفعل. دكتور، أود أن أعود معك قليلا على موضوع السوائل. يعني ذكرتي أنه من المهم جدا أنه الشخص يأخذ سوائل بشكل كافي خلال ممارسة الرياضة. المشروبات الملونة التي نشاهدها يعني نراها في السوبر ماركت التي يعني هي مخصصة للرياضيين، هل هي بالفعل مفيدة أو لها صح. أيضا عوارض جانبية؟ مضار، صح. هلا بشكل عام للاشخاص اللي بيمارسوا الرياضه كنمط حياه صحي ما بيحتاجوا لاي شيء من المشروبات الرياضيه او اي من انواع البروتين او اي شيء اللي بيحاولوا يروجوه بالاسواق لحتى نشتري منه، لانه نحن بنقدر ناخذ كل حاجتنا من المياه، السوائل، او من السوائل اللي جايه من الاكل، من الطعام، من الخضار والفواكه، من الشوربه، من الشاي، مثلا الاعشاب او الشاي. ما في داعي ناخذ ابدا هدول المشروبات اللي هي فيها كثير مواد مضافه، كثير احيانا بيكون فيها سكريات كثير، ممكن مطعمات، منكهات، ملونات. هلا من ناحيه الرياضيين اللي هن بيمارسوا الرياضه كاحتراف ممكن يحتاجوا لمشروبات اللي هي مدروسه نسب الشوارد فيها لحتى تعوض لهم الطاقه. هلا بدي اذكر من ناحيه الرياضه شو السبب انه احيانا الاشخاص ما بيستفيدوا، ما بينزل وزنهم على الرياضه، لانه بيصيروا هن بيعتبروا انه عم يعملوا الرياضه هلا معناتها فينا ناكل قد ما بدنا بعد، او حتى فينا ما نتحرك خلال مثلا اذا مارسنا نص ساعه بيتعبوا. طيب شو ال 23 ونص ساعه البقيانه من النهار شو عم نعمل فيها؟ في كثير احيان بيكون الناس بس قاعدين ما عم يعملوا شيء، فهذا نحن بنلاقي لا نمارس الرياضه وبنفس الوقت يكون نمط حياتنا صحي بشكل عام ونمط غذائنا صحي بشكل عام، هذا الشيء كثير مهم نلاقي التوازن. بالدقيقه الاخيره كيف بتبدا العمليه اذا شخص هلا بلش قرر انه يلعب رياضه اليوم مع غذاء صحي متوازن؟ وين لازم يتجه؟ لطبيب نيوتريشن ويتجه او لطبيب تغذيه وبنفس الوقت يكون معه مشرف رياضي؟ هلا مو كل الاشخاص ضروري يروحوا عند اخصائيين تغذيه، ممكن ان نحن نعمل خيارات، تغييرات بسيطه نقرر نعملها بحياتنا، انه مثلا ندخل 10 دقائق ونبلش نزيدها نعملها ربع ساعه ثلث ساعه الرياضه من دون اشراف. ما ضروري دائما يكون في اشراف اذا ما عم نمارس الرياضه بشكل احترافي. والحميه نحن بس بنقول نرجع للاكل الحقيقي الطبيعي، اي شيء معلبات نبعد عنها، اي شيء مكرر نبعد عنه، نرجع للخضار والفواكه والاشياء الاساسيه يلي هي طبيعيه وحقيقيه. دكتور، يعني نحن دائما بتناولينا وبنشركي على كل هذه المعلومات القيمه. خبيره التغذيه الدكتوره يارا رضوان، شكرا جزيلا. شكرا لكم كثير.